ده اعلان غير مدفوع عن العظمه اللي بتحصل في معرض الكتاب. المعرض فتح من يوم 23 واحد ومستمر معانا لحد يوم 5/2. سعر التذكره ب5 جنيه. واجمل حاجه لقيتها هناك هي الهيئه العامه لقصور الثقافه. تخيلوا مثلا ان كتاب زي ده فيه طقوس عن المصريين القدماء والاعياد والحج اللي كانوا بيحجوه لابيدوس. تخيلوا الكتاب سعره كام؟ 10 جنيه. يعني هو ده مش عرض، هو ده العادي بتاع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عشان الناس اللي بتقول الكتب أسعارها غالية جدا. حاجة تانية مثلا كتاب عن السويس، وكل محافظة ليها كتاب عن كل الطقوس فيها. الكتاب تمنه 15 جنيه. أي حاجة أنت بتدور عليها، أي مجال أنت عاوز تقرا فيه أو عاوز تعرف عنه أي معلومات، روح الهيئة العامة لقصور الثقافة، هتلاقي كل الكتب اللي أنت عاوزها وبأسعار مخفضة جدا جدا جدا. ولو عندك أطفال مثلا، دي زي ميكي بس حديثة شوية، اللي هي قطر الندى، دي ب3 جنيه. وهتلاقي على الترابيزة كده جنبك وانت بتحاسب عاملين عرض فيه حوالي بتاع 50 ل100 كتاب. والكتب دي هي كتب قصيرة للجيب. سعر الكتاب جنيه واحد فقط. نيجي بقى للمدينة اللي احنا كلنا بنحبها في صيف او كمان في شتاء، وهي مدينة اسكندرية. وكانت مشاركة السنة دي عن طريق مكتبة اسكندرية، وكانت ليها معروضات كتيرة جدا جدا جدا. يعني لو عايز تعرف اي حاجة او اي اثر او اي مكان عن اسكندرية، تقدر تزور البارتيشن بتاع مكتبة اسكندرية، هتلاقي فيه كل الكتب اللي انت عايزها. يعني مثلا لو عايز تعرف حاجة عن مكتبة اسكندرية، ده كتاب عن مكتبة اسكندرية القديمة وكمان الحديثة. والكتاب كان سعره 20 جنيه بس. وحاجة من الحاجات الحلوة جدا اللي لقيتها في مكتبة اسكندرية، بيعملوا مجلة ربع سنوية اسمها ذاكرة مصر. العدد اللي انا اخترته وهو كان بيتكلم عن توت عنخ امون. ده العدد 49، وده كان اصدار سنة 2022. في كل حاجة عن اكتشاف المقبرة من ساعة الاكتشاف لحد ما المعروضات دي اتحطت في المتحف المصري. والجميل السنة دي ان هم عاملين خيمة كبيرة جدا جدا لسور الأزبكية، اكبر لما كانت السنة اللي فاتت. سور الأزبكية ده فيه كل حاجة انت ممكن تتخيلها وبأسعار رخيصة جدا جدا جدا، وبالذات في اللغات. يعني مثلا الكتاب ده بيتكلم عن حكايات عن مصر، ده بالإيطالي. الكتاب ده كان سعره 150. وكمان أعداد قديمة من مجلة ناشونال جيوغرافيك، يعني مثلا العدد ده كان سعره 25 جنيه. كانت كمان المفاجأة بالنسبة لي، وكانت حاجة حلوة جدا بالنسبة لي أنا كواحد من جيل التسعينات، يعني إن في صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات رحت لقيت دول. يعني مش عارف انتوا يعني جيل الألفينات اللي بيتفرج هو عارف ايه الحاجات دي ولا لأ. لقيت شرايط كاسيت، وسعر الشريط الواحد كان 20 جنيه. يعني حاجة من الحاجات الحلوة جدا اللي عاملها صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات السنة دي. ففي ناس يعني بالنسبة لها مثلا حاجة زي الشريط ده مثلا يبقى طلاسم، يعني حتى ممكن مثلا ناس من جيل التسعينات ما تسمعش عن الراجل ده. يمكن برضو ما تسمعش عن هشام عباس، ولا عارفين ان ده مثلا شريط، ومش عارفين مثلا يعني انت لو قلت له شريط يقول لك ايه الشريط ده يعني. العظمه اللي في معرض الكتاب لسه ما خلصتش. اجمد حاجه بقى انا لقيتها السنه دي بصراحه، واللي انا مبسوط بالتواجد بتاعها في قلب المعرض، هي جمعيه بيوت الشباب المصريه. تقدر ان انت تروح جمعيه بيوت الشباب المصريه وتطلع الكارنيه وانت واقف. لو معاك صوره البطاقه بتديهم صوره البطاقه وبتستلم الكارنيه في خلال 5 دقايق وانت واقف. لو مش معاك صوره البطاقه مشكورين بيصوروا لك البطاقه وبتدفع 70 جنيه وبتستلم الكارنيه. للي ما يعرفش، الكارنيه ده بيسمح لك ان انت تنزل في اي بيت من بيوت الشباب في المحافظات بتاعت مصر كلها، وباسعار مخفضة جدا جدا جدا. يعني تخيل مثلا ان انت تروح شرم الشيخ انت وواحد صاحبك، سعر الغرفة الدبل 350 جنيه بالفطار. يعني كل واحد فيكم هيدفع في الليلة الواحدة 175 جنيه بس. وعلى فكرة ده مش في مصر بس، اي هوستل تبع اي بيوت شباب في العالم كله تقدر ان انت تروح وتنزل بيه بالكارنيه اللي هم بيديهولك. يا حلو ساعة ما شاف بالحسن لا. بلادي يا ساكنة فؤادي، حضارة سنين طويلة، حضارة سنين طويلة. مصر مصر جميلة، هي أمي والعيلة. مصر مصر جميلة،
هي أمي والعيلة